يلا يا ولاد، بسم الله الرحمن الرحيم. ركز بقى معايا علشان ان شاء الله كده ربنا يكرم. عايزين نشوف نظامنا ايه في ماده الهيستولوجي دي عشان تعرف كده ربنا يكرمك وتذاكرها كويس. بصوا يا ولاد، اول حاجه طبعا الهيستولوجي ده احنا عارفين ان هو علم الانسجه والخلايا، فالمفروض هو بيتكلم عن انسجه الجسم الطبيعيه. المفروض حضرتك ان احنا لما نيجي ندرس اي حاجه لابد ان احنا نبدا باصغر وحده من هذا الكائن. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الانسان، فعشان نفهم طبيعه جسم الانسان لابد ان احنا ندرس اصغر حاجه في جسم الانسان. فالمفروض ان علم الهيستولوجي بما ان هو بيدرس الانسجه والخلايا فاحنا بنبدا بالحاجه الاصغر اللي هي مين؟ الخليه. فالمفروض ان اول شابتر عندنا او المفروض ان اول حاجه احنا هندرسها في الهيستولوجي هنتكلم عن مين؟ السل اللي هي الخليه. ولكن طبعا جرت العاده ان في كتاب الكليه وفي اول محاضره عندك في الكليه بتدرس الاول اساسيات علم الهيستولوجي، بتدرس حاجه اسمها مايكرو تكنيكس. طبعا كلنا عارفين ان الهيستولوجي ده بيدرس الانسجه بس بيبص على شكلها تحت الايه؟ الميكروسكوب. فهو في الاول بيعلمك ازاي بنستخدم الميكروسكوب. فانت في البدايه عندك محاضره اسمها مايكرو تكنيكس. يعني ايه كلمه مايكرو تكنيكس؟ المايكرو تكنيكس هي اساسيات استخدام الميكروسكوبات وطرق تحضير العينات. لان المفروض ان انا لما اخد عينه من جسم الانسان وابص عليها في الميكروسكوب ما بتطلعش واضحه، لازم اعمل خطوات معينه. فالمايكرو تكنيكس هي الخطوات اللي انا بعملها علشان اقدر اخد العينه واشوفها كويس تحت الايه؟ الميكروسكوب. ولكن من وجهه نظري الشخصيه ان المحاضره دي لما بتبدا بيها دراسه بتحس ان الماده رخمه، فمش احسن حاجه ان انت تبدا بالجزئيه بتاعه المايكرو تكنيكس، ولكن الافضل ان انت تبدا على طول بشابتر السل. واصلا مع المحاضرات واحنا شغالين هتلاقي ان بناخد اجزاء من شابتر المايكرو تكنيكس، فلما ترجع تقراه بعد شويه يعني احنا هنشرحه بس بترتيب معين مش دلوقتي. لما ترجع له تاني لما نيجي نشرح المايكرو تكنيكس هتحس انه بالنسبه لك بقى اسهل، لان انت دخلت في اعماق الماده وفهمت الاساسيات دي بس واحده ورا الثانيه. فهمت كده؟ يبقى اذا ايه خطه الدراسه بتاعتنا؟ ان احنا اول حاجه بندرسها في الهيستولوجي اللي هي اصغر وحده في جسم الانسان اللي هي مين؟ السل. فاحنا هنبدا بشابتر يعتبر شابتر 2، لان اول شابتر كان اسمه ايه؟ مايكرو تكنيكس. هندرسه ايوه بس مش دلوقتي. ليه؟ مش عشان حاجه، عشانك انت دلوقتي مش مستعد قوي ليه؟ لان هو بيتكلم عن خطوات معينه تحس انها خطوات كتيره حفظ وخلاص. فاحنا هنرجع له في الوقت اللي انت تبقى مهيئ نفسيا ان انت تسمعه كويس. لكن احنا هنبدا على طول بمين؟ بالسل اللي هي الخليه. مفترض حضرتك ان احنا لما نيجي نبدا اي شابتر ما ينفعش اشرحه لك على طول، وانما لابد اعمل لك حاجه اسمها مايند ماب. يعني ايه كلمه مايند ماب؟ يعني خريطه ذهنيه. ما ينفعش ابدا اشرح في الخليه اقول لك يلا الخليه بتتكون، ما ينفعش كده. لازم الاول نفهم واحنا الشابتر ده كله على بعضه جواه ايه. على فكره ده اكبر شابتر موجود في المنهج كله على الاطلاق. يعني ايه اكبر حاجه احنا هنتعمق في دراستها كويس؟ السل اللي هي الخليه. وخلي بال حضرتك برضو من حاجه، يلا يا شباب اتفضلوا. خلي بال حضرتك من حاجه، ان خلايا الانسان مختلفه عن بعضها. اكيد خليه الكبد مش زي خلايا الطحال، مش زي خلايا الجلد. لكن احنا الشابتر ده مش بيدرس خليه بعينها، ده بيدرس الخليه بايه؟ بشكل عام. فاحنا هندرس الخليه ان جنرال، يعني هنشوف مكونات الخليه العامه. لكن بعد كده في الشابترز اللي جايه هنبدا نمسك خلايا معينه في الجسم ونشوف ايه المميز اللي فيها. لكن مبدئيا احنا دلوقتي هندرس الخليه بايه؟ بشكل عام. حد فهم الفكره؟ ان احنا اول حاجه هندرسها هي الخليه باعتبارها اصغر وحده، او هي تعتبر الوحده البنائيه لجسم الانسان. بس واحنا بنشرح الخليه دلوقتي انا مش بشرح خليه معينه في جسم الانسان، وانما بشرح الخلايا بشكل ايه؟ بشكل عام. ويبقى حضرتك عارف ومطمئن نفسيا ان احنا سايبين حاجه اسمها مايكرو تكنيكس، وان احنا هنرجع لها في الوقت اللي حضرتك تكون مستعد فيه نفسيا. خلاص كده؟ طيب علشان نبدا في اي شابتر لابد نعمل له خريطه. اول حاجه علشان نبدا في شابتر الخليه، احنا على فكره حصه النهارده هي حصه تاسيسيه. يعني احنا يعتبر مش هندخل في اعماق المنهج قوي، وانما هتبقى انت مستعد المره اللي جايه ان احنا نشرح وانت تستقبل معلومه كويس. لكن النهارده هو مرحله اعداد. ايه اللي بيخليك تدخل محاضره وما تفهمهاش كويس؟ ان اللي بيشرح لك بيشرح على طول. انما احنا النهارده هنعمل تاسيس، ان انا بعدك ان انا المره اللي جايه هبدا لك شرح. امال النهارده بعمل ايه؟ يعني بنفك كده وبنشوف الماده دي بتتكلم عن ايه عشان حضرتك تبقى جاهز المره اللي جايه. هنعمل دلوقتي خريطه ذهنيه للشابتر ده. اولا الخليه تتكون من شيئين، ركز معايا. تخيل حضرتك ان دي خليه. الخليه فيها حاجتين يا ولاد. السائل اللي موجود في الخليه المنطقه دي بنسميها منطقه السيتوبلازم، بينما النواه بنسميها نيوكليوس. واضح ان الخليه فيها كام حاجه؟ 2. ايه هما؟ اتكلم معايا عشان انا لما بتسكت نفسيتي بتتعب.
اتكلم معايا. الخليه فيها حاجتين، ايه هما؟ سيتوبلازم ونيوكليوس. ماشي، شكرا. شكرا جزيلا. هم خايفين عليا النهارده عشان عارفين ان انا تعبان شويه، فعمالين بقى فاهم بيهتموا بيا شويه. الله يخليك يا حبيبي، الله يسلمك. بص يا ولاد، عندنا الخليه فيها كام حاجه؟ اتنين. في منطقه الايه؟ السيتوبلازم ومنطقه الايه؟ النيوكليوس. واضح ان احنا واحنا شغالين جوه الشابتر هيكون في جزئين في الشابتر. في جزء بيتكلم عن منطقه الايه؟ السيتوبلازم. وعلى فكره ده الجزء الاكبر واللي احنا هنبدا بيه. يعني احنا الاول هندرس الحته بتاعت الايه؟ السيتوبلازم. بعد كده ان شاء الله لما نتقدم في اخر الشابتر خالص هندرس الجزء الخاص بالايه؟ بالنيوكليوس اللي هي النواه. طيب هندرس ايه في السيتوبلازم؟ السيتوبلازم فيه 4 مكونات على حسب كتاب الكليه. ولكن احنا ممكن نقول 3، بس انا هفهمك القصه دي هل هم 3 ولا 4، هنشتغل دلوقتي ونشوف. السيتوبلازم على حسب الكتاب فيه كام حاجه؟ 4. لا العيال نايمه، احنا بنتكلم عن مين اصلا؟ الخليه. الخليه فيها كام حاجه؟ 2. ايه هم؟ سيتوبلازم ونيوكليوس. احنا هنبدا دراسه بمين؟ السيتوبلازم ده اصلا فيه كام حاجه؟ 4. ايه هم ال4 حاجات اللي في السيتوبلازم؟ رقم 1 في حاجه اسمها سيتوزول او بنسميه ماتريكس. هفهمك يعني ايه دلوقتي. رقم 2 في حاجه اسمها اورجانيلز. رقم 3 في حاجه اسمها انكلوجنز. رقم 4 في حاجه اسمها سيتوسكيلتون. طبعا انت اول ما سمعتهم ما فهمتش ولا واحد، بس ان شاء الله بعد شويه هتحس ان الحاجات دي بالنسبه لك سهله قوي. بص كده، احنا دلوقتي يا اولاد بندرس مكونات مين؟ السيتوبلازم اللي هم طلعوا كام حاجه؟ رقم 1 حاجه اسمها ايه؟ لو انت حابب ترجمه بالعربي، كلمه سيتوزول معناها السائل الخلوي، يعني السائل اللي جوه الخليه. بس في اشكاليه معينه، ان انا من شويه قلت لك ان السائل اللي في الخليه اسمه ايه؟ ودلوقتي بقول لك السائل اللي في الخليه اسمه ايه؟ سيتوزول. طب هل السائل اللي في الخليه اسمه سيتوبلازم ولا اسمه سيتوزول؟ الاجابه السائل الخلوي اسمه سيتوزول، ولكن السائل اللي جوه الخليه بالعضيات، يعني السائل بالميتوكوندريا بالريبوزوم بالحاجات دي كلها اسمهم ايه؟ حد فاهم حاجه؟ يعني تخيل حضرتك ان احنا في خليه، انتوا العضيات وفي سائل، السائل اللي جوه الخليه اسمه ايه؟ طب السائل بقى بالعضيات كلها على بعضها اسمه سيتوبلازم. يعني مين اكبر من مين؟ السيتوبلازم اكبر من السيتوزول. حد فاهم الفكره دي؟ يعني ايه كلمه سيتوزول بالعربي؟ هو السائل الخلوي اللي هو السائل اللي موجود جوه الخليه. هذا السائل طبعا بيكون كولويدال سوليوشن. عارف يعني ايه؟ محلول غروي. عارف يعني ايه؟ يعني مش ميه بس، ميه وفيها حاجات مذابه. يعني السائل اللي في الخليه هل هو ميه بس؟ لا، هي عباره عن ايه؟ اول حاجه هو سائل غروي، معناه ان هو بيبقى فيه ووتر، ميه، ولكن الميه دي مذاب فيها فيه سولابل مثلا بروتينز، يعني في شويه بروتينات ايه؟ دايبه في الميه، وفي ليبيد يعني في شويه دهون، وفي كربوهيدراتس يعني سكريات، وفي انزيمز انزيمات. كل دي حاجات يا اولاد موجوده فين؟ في السائل اللي جوه الخليه. حد فاهم حاجه؟ احنا بنتكلم عن مين دلوقتي؟ السائل اللي جوه الخليه اسمه ايه؟ اسمه سيتوزول. طب محتواه عباره عن ايه؟ اولا هو فيه ووتر، بس الميه دي مش ميه صافيه وانما مذاب فيها اشياء اخرى. ايه الحاجات اللي موجوده كمان مع الميه؟ موجود بروتين، ليبيد، كربوهيدرات، انزيمز، مينرالز. عارفين يعني ايه كلمه مينرالز؟ معادن. طيب هو ايه فايده المعادن اللي موجوده جوه الخليه؟ المعادن اللي في الخليه بتشتغل ككاتاليست. عارف يعني ايه؟ محفزات للتفاعلات. هسال حضرتك سؤال، الخليه دي مش بيتم فيها تفاعلات؟ طيب احنا محتاجين ان التفاعلات دي يكون في عوامل حفازه، حاجات ايه؟ تسرع التفاعلات. فعشان كده السائل اللي جوه الخليه بنلاقي فيه مينرالز. يعني ايه؟ معادن. ايه فايده المعادن اللي في الخليه؟ اللي هو الحديد والكالسيوم والحاجات دي بتعمل ايه في التفاعلات؟ بتعمل عوامل حفازه بتسرع التفاعلات اللي بتتم جوه الخليه. انا قلقان عليكم، احنا في شابتر اسمه ايه يا ولاد؟ السل، اللي هو الخليه. الخليه طلع فيها كام حاجه؟ اوعى تقول 4 عشان هزعل منك. طلع فيها حاجتين، ايه هما؟ سيتوبلازم ونيوكليوس. احنا مركزين في مين دلوقتي؟ السيتوبلازم محتوياته كام حاجه؟ رقم 1 حاجه اسمها ايه؟ يعني ايه سيتوزول؟ هو السائل اللي موجود جوه الخليه. ويفرق عن السيتوبلازم في حاجه، ايوه، ان السائل لوحده هو ده اللي اسمه ايه؟ سيتوزول. اما السائل بالعضيات بالحاجات كلها اسمه سيتوبلازم. طب السائل ده عباره عن ايه؟
اكيد ميه، ولكن هذه الميه مذاب فيها اشياء اخرى. يبقى الميه اللي جوه الخليه فيها ايه؟ مذاب فيها بروتينز وليبيد وكربوهيدراتس وانزيمز وجميع الحاجات اللي ربنا خلقها هتلاقيها موجوده في الايه؟ في الميه اللي جوه الخليه. ولكن تاخد بالك ان من اهم الحاجات اللي في الميه دي ان في ايه؟ مينرالز، معادن. ايه فايده المعادن دي؟ كاتاليست، يعني بتعمل ايه؟ تحفيز وتسريع للتفاعلات الكيميائيه. ممتاز. كده حضرتك كل الناس اللي قاعدين قدامي فهموا يعني ايه كلمه سيتوزول، وهو السائل اللي موجود جوه الخليه. رقم 2 في السيتوبلازم بنلاقي حاجه اسمها اورجانيلز. اورجانيلز دي بالعربي يعني ايه؟ العضيات. يعني ايه العضيات؟ ما احنا مش في حصه ترجمه، ما مش معنى بس اقول اورجانيلز يعني عضيات، لا، العضيات دي معناها ايه يعني؟ العضيات هي الحاجات الاساسيه التي تقوم بوظائف هامه داخل الخليه، وبدونها الخليه تموت وتتاثر. يعني الحاجات الاساسيه اللي جوه الخليه اللي بتقوم بوظائف حيويه هي دي اللي اسمها ايه؟ العضيات. لان في حاجات جوه الخليه مش اساسيه قوي، ممكن لو مشيت الخليه ما تتاثرش، دي بنسميها ايه؟ انكلوجنز. حد فهم ايه الفرق بين اورجانيلز وانكلوجن؟ الاورجانيلز هي الحاجات الايه؟ الحاجات الاساسيه الضروريه المهمه في حياه الخليه اللي من غيرها الخليه تموت، دي يبقى اسمها ايه؟ اورجانيلز. انما حاجه مش اساسيه قوي او حاجات متخزنه لفتره معينه وهنبقى نستخدمها بعدين لكن هي دلوقتي ملهاش لازمه قوي، دي بنسميها ايه؟ انكلوجن. فكلمه انكلوجن الترجمه الحرفيه بتاعتها انها المخزنات. عارف يعني الحاجات اللي متخزنه واللي هي دلوقتي ملهاش فايده اساسيه جوه الخليه. العضيات دي زي مين يا ولاد؟ زي الميتوكوندريا. هل الخليه تقدر تعيش من غير ميتوكوندريا؟ لا، هتموت. لان الميتوكوندريا هي اللي بتديها ايه؟ طاقه. فلو الطاقه راحت الحاجات اللي بتتم جوه الخليه كلها هتبوظ، فالخليه هتموت. يبقى الميتوكوندريا من الاورجانيلز ولا من الانكلوجن؟ اكيد من الايه؟ اورجانيلز. اشمعنى؟ انت حددت منين ان الميتوكوندريا اورجانيل؟ انها حاجه اساسيه ضروريه مهمه في الخليه، من غيرها الخليه هتموت. كده يبقى الحاجه دي اسمها ايه؟ اورجانيل. حد فاهم يعني ايه كلمه اورجانيل؟ العضيات هي الحاجات الاساسيه الضروريه المهمه في حياه الخليه. عكسها بقى حاجه اسمها ايه؟ الانكلوجن. هي الحاجات الفائضه عن احتياج الخليه التي ليس من الضروري تواجدها داخل الخلايا. يعني لا يوجد خليه في جسم الانسان ما فيهاش ميتوكوندريا. اي خليه فيها ايه؟ لان الميتوكوندريا من العضيات. لكن في خلايا ما فيهاش ايه؟ مخزنات عادي. ممكن يبقى الخليه ما فيهاش حاجات متخزنه فايضه عن الاحتياج. فواضح ان الحاجات اللي هي المخزنات دي بتبقى حاجات فايضه عن ايه؟ احتياج الخليه ومش اساسيه قوي في الخلايا. زي ايه؟ دلوقتي حضرتك واحد بياكل دهون كتير زي حالاتي كده. اضحك يا عم عادي، انت عشان انا الدكتور يعني عادي. خلاص؟ واحد بياكل دهون زياده. دلوقتي حضرتك ركز معايا، انت بتاكل وجبات فيها دهون عاليه. الدهون بتزيد في جسمك، فبتبدا الدهون تتوزع على الخلايا. فدي مثلا خليه، فهتلاقي جواها بدا يظهر قطع ايه؟ دهون جوه الخليه. هسال حضرتك سؤال، هل قطع الدهون الزائده اللي جوه الخليه دي حاجه اساسيه في حياه الخليه ولا زياده؟ زياده. بالعكس، ده اصلا خطر على الخليه. فالحاجات دي بنسميها ايه؟ انكلوجن. حد فاهم يعني ايه انكلوجن؟ يعني حاجه مش اساسيه جوه الخليه وانما حاجه فائضه عن احتياج الخليه، فبتبقى ايه؟ مخزنه. طب انا هسال سؤال، هل الانكلوجنز ملهاش لازمه نهائيا؟ احيانا ممكن استخدمها. انا دلوقتي في حاله الصيام، تخيل لا قدر الله انا عملت دايت مثلا، ودي حاجه طبعا انتوا هتعرفوا بعدين ان انا عمري ما اعمل كده، بس يعني تخيل ان انا الشيطان لعب في دماغي قال لي يا عم بتعمل دايت وتبقى رياضي وبتاع، انت فاهمني؟ فعملت دايت، هبدا امتنع عن اكل الدهون. لما انا هبطل اكل الدهون، ايه اللي هيحصل في كميات الدهون اللي في الخليه؟ هتقل وممكن تروح خالص. واضح ان الانكلوجن دي ممكن تبقى موجوده او ممكن تبقى مش موجوده، وساعات تزيد وساعات ايه؟ تقل. انما مين اللي ضروري يبقى موجود على طول؟ الاورجانيلز. فمين الحاجه الاساسيه الضروريه المهمه في حياه الخليه؟ هي الاورجانيلز. لكن مين الحاجه الفائضه عن حاجه الخليه؟ هي الانكلوجن. حد فاهم القصه دي؟ ممتاز. عشان كده حضرتك انتوا معاكم الورق ولا لسه؟ طيب هو موجود المفروض ورق بره، مش عارف محمود كسل ولا ايه. هنجيبهم دلوقتي. بس عموما انت المره اللي جايه، الحصه اللي جايه، تستلم كتاب زي كتاب الكليه كده، بس كتابي ده هتلاقي نفس كتاب الكليه نصا، بس انا واخده وعامله مخططات. عارف انت ملون الحاجات الحلوه الاساسيه. الكتاب ده محدث، يعني احدث من النسخه بتاعت السنه اللي فاتت كمان.
فهيريحك. لو انت مش عايز عادي، انا بالنسبه لي تمشي في كتاب الكليه او تمشي في الكتاب بتاعي مش هتفرق، لان هما الاثنين فعلا واحد. بس الفكره ان انا عندي عامل، عارف انت، نفس الحاجه بس بدل ما هي مكتوبه مثلا معموله ايه؟ مخطط، معموله جدول، ملونه. الاسئله كتاب لوحده، يعني في كتابين، في كتاب شرح وكتاب اسئله، يعني اثنين ماشي، والاثنين هيبقوا موجودين من المحاضره اللي جايه. يلا بينا. اقطع دراعي لو حد فاكر احنا في شابتر اسمه ايه اصلا؟ سل. الخليه فيها كام حاجه؟ واحده اقول لك طبعا معروفه 4. الخليه فيها كام حاجه؟ 2. ايه هم؟ سيتوبلازم ونيوكليوس. احنا بدانا بمين؟ اتكلم قال انت. هو بدانا بمين؟ سيتوبلازم. طلع فيه كام حاجه؟ ايه هم؟ يعني ايه سيتوزول؟ السائل الخلوي، وده اللي طلع عباره عن ميه ومذاب فيها بروتينات ودهون وسكريات وانزيمات ومعادن، وهذه المعادن تستخدم ككاتاليست لتسريع التفاعلات الكيميائيه، صح؟ وبعدين درسنا حاجتين، مين هم؟ اورجانيلز وانكلوجن. مين فيهم اساسي وضروري؟ الاورجانيلز. مين زياده ومش اساسي ووحش؟ اللي هو مين؟ الانكلوجن. ان شاء الله لما نستلم الكتاب هتلاقيني كاتب لك ان الاورجانيلز بتكون حاجات اسينشال، عارف يعني ايه؟ اساسيه وضروريه، وبتقوم بفيتال فانكشنز، عارف يعني ايه؟ بتؤدي بوظائف حيويه ضروريه، ما ينفعش تتوقف. يعني العضيات بتبقى بتعمل حاجه ما ينفعش تستغنى عنها مثلا شويه تقول هوقف العضيه، مش هينفع. لازم الوظيفه بتاعتها بتكون ايه؟ مستمره، وبتكون وظيفه مهمه في الخليه. يبقى العضيات بتكون اسينشال يعني اساسيه، وفيتال يعني حيويه، وميتابوليكالي اكتف يعني دايما بيكون فيها نشاط باستمرار. ودائما العضيات بتكون بيرمننت، يعني ايه؟ دائمه، يعني دايما العضيات موجوده. مفيش حاجه اسمها خليه ما فيهاش، لازم العضيات تبقى ايه؟ موجوده، دائمه موجوده داخل الخليه. اعكس كل المواصفات دي تطلع مواصفات مين؟ يعني الانكلوجن دي اسينشال ولا نون اسينشال؟ نون اسينشال يعني ايه؟ مش اساسيه. فايتال ولا نون فايتال يعني ما بتقومش بوظائف حيويه مهمه قوي. اكتف ولا انرت؟ عارف يعني ايه كلمه انرت؟ يعني خامله. عارف يعني ايه؟ يعني انا اسالك سؤال، الدهون الزياده اللي جوه الخليه دي شغاله ولا مركونه؟ مركونه، ما بتعملش حاجه، فعشان كده بتكون انرت. عارف يعني ايه كلمه انرت ولا لا؟ خامله. على فكره الانكلوجنز بتكون تمبرري. عارف يعني ايه كلمه تمبرري دي؟ يعني مؤقته، ان احيانا تلاقيها، احيانا تلاقيها ما تلاقيهاش، احيانا تبقى زياده، أحيانا على حسب بقى. لو انت مثلا بتاكل دهون كتير تلاقي الدهون ايه؟ زياده. بطلت اكل تلاقي الدهون قلت. فواضح ان الانكلوجنز او الحاجات المتخزنه ممكن تزيد ممكن تقل بناء على انت اخلاقك ايه، قصدي يعني انت بتعمل ايه. ماشي. تعالى بقى في حاجه اسمها سايتوسكيلتون. عموما على فكره اي مصطلح طبي بيبقى بيتكون من مقاطع، وكل مقطع بيدل على معنى معين. يعني ايه؟ بص كده، بص. عارف كلمه سايتوسكيلتون دي اصلا مقطعين. سايتو يعني خليه، سكيلتون يعني هيكل. فكلمه سايتوسكيلتون يعني ايه؟ هيكل الخليه. على فكره هيكل الخليه بما انه من الحاجات الاساسيه الضروريه المهمه في الخليه، فهو بيعتبر من الايه؟ من العضيات. بس كتاب الكليه بيحطه لوحده، وانا مؤيد هذه الفكره ان يعتبر السيتوسكيلتون حاجه مستقله جوه الخليه لوحدها. ايه بقى السيتوسكيلتون ده؟ هيكل ايه؟ الخليه. يعني ايه هيكل الخليه؟ بص يا سيدي، تخيل حضرتك ان احنا في خليه. خلي بالك ان احنا دايما في المنهج هنتخيل ان احنا داخل الاشياء، لدرجه ان احنا احيانا هنتخيل ان احنا في حاجات غريبه جدا. ماشي؟ بص يا سيدي، تخيل حضرتك ان احنا في خليه وانتوا العضيات. انتوا عارفين ليه يا اولاد انا اخترت ان انتوا العضيات؟ عشان انتوا حاجه مهمه واساسيه وضروريه بالنسبه لي. فاحنا في خليه وحضراتكم ايه؟ عضيات. شايف العمود ده اللي في القاعه ده؟ شايف العمود ده؟ عارف دول مين؟ السيتوسكيلتون. عارف دول بيعملوا ايه في الخليه؟ بيعملوا ايه في القاعه؟ ساندينها، ماسكينها. واضح ان الخليه من الداخل بيكون فيها انابيب كده واقفه عامله زي الايه؟ زي الاعمده. اسمها ايه الحاجات اللي بتسند الخليه دي؟ اسمها ايه؟ حد فهم يعني ايه كلمه سيتوسكيلتون؟ السيتوسكيلتون هو عباره عن الدعامه اللي موجوده جوه الخليه، اللي بتحافظ على شكل الخليه عشان الخليه كلها اللي بتعمل سبورت، يعني بتعمل دعم في الخليه. لعلمك من شويه لما انا قلت الاربع كلمات دول كنت انت متشائم جدا، اللي هم سيتوزول واورجانيلز وانكلوجنز وسيتوسكيلتون. كنت حاسس ان انت بتغرق، لكن دلوقتي اي حاجه فيهم انت عارفها. كل الناس اللي قاعدين قدامي عارفين ان السيتوزول هو السائل اللي موجود جوه الخليه.
كل الناس اللي قدامي قاعدين عارفين ان العضيات هي الحاجات الاساسيه الضروريه المهمه في حياه الخليه. كل الناس اللي قدامي قاعدين عارفين ان كلمه انكلوجنز معناها الاشياء المخزنه الفائضه عن حاجه الخليه. كل الناس اللي قاعدين قدامي عارفين ان كلمه سيتوسكيلتون معناها الدعامه التي توجد داخل الخليه. خلي بال حضرتك ان الحاجات دي كلها تعتبر اجزاء مين؟ يعني السيتوبلازم هو اللي فيه العضيات، وهو اللي فيه المخزنات، وهو اللي فيه الانابيب اللي بتسند الخليه اللي اسمها ايه؟ سيتوسكيلتون، وهو فيه السائل اللي ما بينهم. كل دول اللي هم الاربع مكونات بتوع مين؟ السيتوبلازم. عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه. عارفين انا استفدت ايه دلوقتي؟ ان انا فردت المنهج قدامك فانت بدات تتوقع احنا هندرس ايه. يعني بص، المفروض احنا اتفقنا ان احنا هنبدا بجزئيه الايه؟ اول حاجه اللي هو السائل ده احنا خلصناه خلاص، يعني احنا مش هنتكلم عنه تاني. مفروض بقى نبدا نشرح مين؟ وبعدين ايه؟ وبعدين فاهم حاجه؟ دي اجزاء الشابتر. يعني احنا اصلا هنشرح العضيات لما بس خلي بالك، عارف العضيات هتتاخر معانا جدا، هنقعد فيها من 4 ل5 محاضرات. يعني المره اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها وممكن احتمال المره اللي بعدها كمان، كل ده بنتكلم عن مين؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال، اشمعنى الاورجانيلز اللي هنتاخر فيها كده في الدراسه؟ عشان هي الاساسيه الضروريه المهمه اللي تتوقف عليها حياه الخلايا، فلا بد ان حضرتك تفهمها كويس، فعشان كده هتلاقي الدرس فيه تفاصيل عشان هو المهم. ولما نخلص العضيات نتنقل على ايه؟ المخزنات. مش هتاخد وقت في الدراسه لانها مش اساسيه قوي. وبعدين نخلصها ناخد مين؟ السيتوسكيلتون. وبعدين لما نخلص السيتوسكيلتون ندرس مين؟ دي حضرتك اجزاء الشابتر. فواضح ان حضرتك دلوقتي بدات تبقى فاهم ان احنا في المحاضرات القادمه هنتكلم عن مين؟ الاورجانيلز، العضيات. تنقسم العضيات الى نوعين. في عضيات بنسميها ممبرينس، ركز معايا الكلام ده مهم قوي. وفي عضيات بنسميها نون ممبرينس. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، كلمة ممبرين يعني غشاء، فكلمة ممبرينس اورجانيل يعني عضيات مغلفة، وكلمة نون ممبرينس يعني عضيات غير مغلفة. يا اخوانا العضيات اللي في الخلية في منها كام نوع؟ يا اما العضية دي عليها غلاف متغطية فيبقى اسمها ايه؟ ممبرينس اورجانيل. يعني ايه كلمة ممبرينس اورجانيل؟ يعني عضية مغلفة. يا اما العضية دي مكشوفة بدون ايه؟ غشاء، يبقى اسمها ايه؟ نون ممبرينس. في كام نوع من العضيات؟ 2. في عضيات عليها غلاف بنسميها ممبرينس اورجانيلز، وفي عضيات بدون غلاف فبنسميها نون ممبرينس اورجانيل. هسأل حضرتك سؤال وتعالى لأول نقطة في المحاضرة بتعلي الاي كيو بتاعك شوية، بتخليك تفكر معاك كويس وتفهم الهيستولوجي. بص حضرتك، هو احنا بنحط على العضية غشاء بناء على ايه؟ بناء على خطورتها. يعني ايه؟ إذا كانت العضية خطرة بنحط عليها غلاف عشان نتقي شرها. ازاي يعني؟ يعني حضرتك دلوقتي عارف الميتوكوندريا دي عليها ايه؟ غلاف. عارف ليه عليها غلاف؟ لأن جواها انزيمز. فيها ايه من جوه؟ انزيمات. الانزيمات دي لو اتسربت وطلعت براها هتبوظ الخلية. فاحنا لابد نعمل ايه في الميتوكوندريا؟ نغطيها. احنا ليه بنغطيها؟ عشان نحمي الخلية، لأن هي جواها انزيمات. الانزيمات دي لو طلعت براها بوظ الخلية. حد فاهم حاجة؟ واضح أن أي عضية بتكون مغلفة بيكون جواها انزيمز، وأنا خايف من إيه؟ من الانزيمز اللي إيه؟ اللي جواها. حد فاهم؟ أي عضية مغلفة بتكون تحتوي من الداخل على انزيمز. إنما العضيات المكشوفة اللي ما بيكونش فيها إيه؟ انزيمز. يعني مثلا الريبوزوم. الريبوزوم ده أحد العضيات اللي هي غير إيه؟ نون ممبرينس، يعني غير مغلفه. هل هو فيه انزيمات؟ لا، عشان كده هو مكشوف عادي، مش مشكله. فهمت كده؟ امتى بنغطي العضيه؟ اذا كان فيها انزيمز. امتى بنسيبها مكشوفه؟ اذا كان ما فيهاش انزيم. يبقى الممبرينس بيبقى فيها انزيمز، والايه؟ والنون ممبرينس بيبقى نو انزيم. بص احفظها حتى، ان النون ممبرينس نو انزيمز، ما فيهاش انزيمات. شابتر اسمه ايه؟ خليه، صح؟ واحنا المفروض ان كان في حاجه اسمها مايكرو تكنيكس، راحت فين دي؟ لغيناها ولا ايه؟ لا، هناخدها بعدين. بعدين امتى؟ لما تكون انت مهيئ نفسيا لهذا الدرس. لعلمك حتى انت لو دورت على اليوتيوب هتلاقيني شارح المايكرو تكنيكس. مش عارف، اكيد انتوا وصلتوا الفيديو ده، ولكن اسمعني، يعني لما تحب عايز تحب الهيستولوجي وتشتغل فيه كويس، اشتغل من اول
اول شابتر معانا اللي هو السيل. الخليه فيها كام حاجه؟ 2. عايز حد يقول لي هم ايه؟ سيتوبلازم ونيوكليس. امال احنا بنبدا دراسه بمين؟ السيتوبلازم ده فيه كام مكون؟ ايه هم؟ يعني ايه سيتوزول؟ السائل الخلوي. يعني ايه اورجانيلز؟ العضيات دي اساسيه ولا ايه؟ طب في كام نوع من العضيات؟ يا اما العضيات تكون ممبرينس يعني عليها غلاف، يا اما تكون نون ممبرينس يعني بدون غلاف. امال يعني ايه كلمه انكلوجن؟ مخزنات دي يعني حاجه مش اساسيه ومش ضروريه في الخليه. يعني ايه سيتوسكيلتون؟ هيكل الخليه. يعني ايه هيكل الخليه؟ هو الحاجات اللي بتعمل ايه؟ دعامه في الخليه وبتمسك الخليه كويس. بما ان احنا الفتره اللي جايه هنتكلم عن مين؟ العضيات، فانا عايز اكلمك شويه عن طريقه دراستنا للعضيات. هنعمل لك حاجه اسمها سكيم. على فكره احنا اول حاجه خلصناها دي اسمها مايند ماب، يعني خريطه ذهنيه ان انا فهمتك الشابتر جواه ايه. هنعمل فكره كمان ويبقى احنا كده مستعدين للمره اللي جايه. بص يا سيدي، بما ان حضرتك دلوقتي خلاص فهمت ان احنا الفتره اللي جايه هنتكلم عن الايه؟ العضيات، ولا انت لسه ما فهمتش القصه دي؟ ها فهمنا بقى ان احنا الفتره اللي جايه هنتكلم عن مين؟ العضيات اللي جوه الخليه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان لما تيجي تدرس العضيات لابد ان اي عضيه هندرسها، ركز معايا، اي عضيه، اي اورجانيل هنتكلم فيها عن حاجات معينه. دايما لما نيجي ندرس اي حاجه من العضيات لابد في الاول نعمل لها ديفينيشن. عارف يعني ايه؟ تعريف. يعني احنا مثلا تخيل ان احنا هندرس ميتوكوندريا، اول حاجه نعمل ايه في الميتوكوندريا؟ نعمل لها تعريف، يعني نشوف ايه تعريف الميتوكوندريا. بعد كده بنمسك العضيه دي بنبص عليها مرتين بالميكروسكوب، مره بحاجه اسمها ال ام دي مش سجاير، اللي هو ايه؟ لايت ميكروسكوب، و اي ام اللي هو حاجه اسمها ايه؟ الكترون ميكروسكوب. يعني احنا مثلا تخيل ان احنا هندرس ميتوكوندريا، فبنجيب الايه؟ الميتوكوندريا ونبص عليها في الايه؟ في اللايت ميكروسكوب، وبعدين نبص عليها تاني في مين؟ الكترون ميكروسكوب. واضح ان احنا لما بنيجي نفحص اي نسيج او اي خليه او اي حاجه بنبص عليها مرتين، مره باللايت ميكروسكوب ومره بالالكترون ميكروسكوب، وهفهمك ليه دلوقتي. بعد كده بندرس ستراكشر. عارف يعني ايه؟ التركيب، تركيب العضيه. بعد كده بندرس الفانكشنز. عارف يعني ايه؟ الوظائف بتاعت هذه العضيه. احيانا في نهايه الدرس بيكون في حاجه اسمها كلينيكال نوتس، يعني الامراض المتعلقه بهذا الدرس. خلي بال حضرتك ان انت دكتور، فانت بتتعامل مع واحد مريض مش صحيح، فانت اصلا ليه بتدرس الدرس؟ عشان دي. يعني احنا هندرس الميتوكوندريا ليه؟ عشان في الاخر اقول لك لو الميتوكوندريا باظت معناها ان انتاج الطاقه عند الشخص ده ايه؟ فهتبدا تتاثر الاعضاء اللي محتاجه طاقه كتير. زي مين؟ العضلات. يا رجاله دلوقتي حضرتك عارف ان الميتوكوندريا بتاعت انتاج الايه؟ طاقه باظت. يعني افرض واحد مولود عنده خلل في انزيمات الميتوكوندريا، يعني الميتوكوندريا بتاعته مش شغاله حلو، فانتاج الطاقه عنده ايه؟ يقل. طب ايه اكتر انسجه بتتاثر لو الطاقه قلت؟ العضلات والاعصاب، لان دول اكتر حاجه في الجسم محتاجه ايه؟ يا ابني انت شايفني دلوقتي بايه؟ بالجهاز العصبي، وسامعني بايه؟ بالجهاز العصبي، وفهمني ازاي؟ الجهاز العصبي، وبتخزن المعلومه ازاي؟ الجهاز العصبي، وازاي بتميز الالوان واللي قدامك واللي جنبك ده الله الله، ده الجهاز العصبي ده طلع شغال موت، يعني ان شاء الله يعني يطلع شغال. فاهمني؟ شغال كويس جدا، فواضح انه نشط. فواضح ان لو الانسان عنده خلل في الميتوكوندريا مين اول حاجه هتقع؟ الجهاز العضلي والجهاز الايه؟ العصبي. فهمت كده؟ فاحنا دايما لما بندرس درس في نهايته بنقول ايه الامراض اللي ممكن تحصل لو الحاجه دي باظت. تمام ولا ايه؟ يلا بينا. طيب احنا دلوقتي عشان ندرس اي عضيه عايزين نعمل لها تعريف. لما بنيجي نعمل التعريف خلي بالك بنكتب حاجتين. يعني دايما بتلاقي كتاب الكليه او في المذكره عندنا هتلاقي ان التعريف فيه ايه؟ جزئين. اول حاجه بيقول لك هي العضيه دي ممبرينس ولا نون ممبرينس. ركزوا معايا، احنا مش هنطول، قلت لك احنا بناخد حاجه خفيفه خالص لان احنا هنبدا شرح العضيات بجد من المره اللي جايه. انا النهارده بفهمك. انت على فكره قد يكون انت من سلاسه المعلومات وسهولتها شايف ان انت يعني لا، بس الموضوع اترتب في دماغك كتير. انت خلاص فهمت هيستولوجي، اطمنت ان في شابتر هنرجع له تاني، عرفت ان اهم حاجه دلوقتي بندرسها الخليه،
ودخلت عرفت اجزاء الخليه، وعرفت ان احنا مركزين الفتره القادمه مع اهم حاجه في الخليه اللي هي العضيات. مش انتوا عارفين الكلام ده ولا ايه؟ وعرفت ان العضيات في منها ايه؟ نوعين، يا اما عضيات عليها ايه؟ غلاف، يا اما بدون غلاف. وان احنا بقى المره اللي جايه هنبدا ندرس العضيات. وانا بقى بقول لك المره اللي جايه لما نيجي نشرح العضيات لازم العضيه نعمل لها تعريف ونشوفها في الايه؟ لايت ولا ايه؟ الكترون ميكروسكوب، ونشوف تركيبها ونشوف وظيفتها ونشوف ايه الامراض اللي هتحصل لو العضيه دي باظت. انا بقى عايز اساعدك، بقول لك في كتاب الكليه لو انت بتعمل تعريف لاي حاجه لازم في الاول تقول له هي مغلفه ولا لا، وبعدين تقول له الجنرال فانكشن. عارف يعني ايه؟ الوظيفه العامه. تيجي نضرب مثال، تعال نعمل تعريف للميتوكوندريا، هي مغلفه ولا لا؟ مغلفه. فاذا لو انا عايز اعمل تعريف للميتوكوندريا هقول له ايه؟ ممبرينس اورجانيل. يعني اول كلمه في تعريف الميتوكوندريا انها عضيه ايه؟ مغلفه. وبعدين اقول له اند اتس جنرال فانكشن، ووظيفتها العامه انرجي برودكشن، يعني انتاج الايه؟ كده انت عملت تعريف للميتوكوندريا. حد فهم لو انا عايز اعرف اي عضيه بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ في الاول بقول له هل العضيه دي عليها غشاء ولا لا؟ وبعدين اقول له بتعمل ايه؟ كده انا عملت تعريف. تيجي ناخد مثال اخر، الريبوزوم ده عليه غلاف ولا لا؟ لا، نون ايه؟ ممبرينس، وبيصنع بروتين. فانا اقول له ازاي الديفينيشن؟ نون ممبرينس اورجانيل اند اتس جنرال فانكشن بروتين فورميشن او بروتين سينثيسيس. كده انا عملت تعريف للريبوزوم. انا عايز افهم حضرتك ان احنا لما بنيجي نعرف اي حاجه بنعمل حاجتين في التعريف. لازم الاول تقول له البتاعه دي متغطيه مغلفه ولا لا، وبعدين تقول له ايه الايه؟ الوظيفه العامه بتاعتها. طيب اي عضيه بنبص عليها مرتين، مره باللايت ومره بالايه؟ الكترون مايكروسكوب. اشمعنى يعني؟ طب ما نبص عليها بواحد وخلاص. اولا كل واحد عنده ميزه وعيب. يعني ده عنده ايه؟ ميزه وعيب، وده ايه؟ ميزه وعيب. الميزه في اللايت مايكروسكوب انه بيطلع الصوره الوان. يعني انت لو جبت خليه حطيتها في الميكروسكوب الضوئي هتشوفها ايه؟ الوان. هتشوف حاجات لونها احمر وحاجات لونها ازرق وحاجات لونها اخضر وحاجات لونها ابيض. على فكره الالوان دي كويسه، ان حتى لو الحاجه حجمها صغير الا ان انت من اللون بتقدر تفرق ما بين الاشياء. فواضح ان الالوان دي ميزه. فايه الميزه في انتوا عارفين الميكروسكوب الضوئي اللي هو الميكروسكوب العادي الصغير اللي انت ممكن تشتريه ده، انت ممكن تشتري لك واحد عادي. انما عارف الميكروسكوب الالكتروني ده الجامعه كلها عندها واحد بس، وانت ما بتدخلوش اصلا. بيصور لك الصوره ويقول لك بص احنا عندنا ميكروسكوب الكتروني صورنا لك دي، بص اهي. فاهمني؟ لانه غالي وانت هتلعب فيها ببوظه واحنا مش ناقصين. فاهمني ولا ايه؟ طيب هنبدا نهزر ان شاء الله المره اللي جايه. خلينا نمشي المره دي رسمي شويه عشان دي اول محاضره. بس انا دمي خفيف جدا، خلي بالك. دي اكتر حاجه انا مشهور بيها، ان حولنا الهيستولوجي الى مرح. لان الماده اصلا ماده ما فيهاش ميكانيزمات، ما فيهاش يعني مش زي الفسيولوجي. الفسيولوجي بيشرح ميكانيزم، بيشرح عمليه بروسيس بتتم. انما الهيستولوجي هو علم ديسكريبتيف، يعني علم وصفي. يعني انا شايف حاجه وبقول لك هي فيها ايه. فالفن ان انا اقولها لك بطريقه مرحه. فهو ده اللي احنا بنعمله ان شاء الله علشان حضرتك تفضل فاكر. المهم يعني ما علينا. احنا اي حاجه بندرسها بنبص عليها كم مره؟ مرتين. مره بمين؟ لايت، ومره بالايه؟ الكترون. ايه الميزه في الميكروسكوب اللايت مايكروسكوب؟ انه بيطلع الصوره ايه؟ ملونه. بس خلي بالك احنا عشان نطلع الصوره ملونه لابد ان احنا بنضيف حاجه اسمها ستينز. عارف اللي هي الايه؟ الصبغات. يا اخوانا لو انا جبت جسم الانسان قطعت منه حته حطيتها في الميكروسكوب مش هشوفها كويس. يعني احنا لو جبنا اي حاجه حطيناها في الميكروسكوب كده مش هتشوفها كويس. لابد ان انت تعمل معالجه ليها الاول، حاجات معينه اللي هي اسمها مايكرو تكنيكس. عارف يعني ايه مايكرو تكنيكس؟ اللي هي الخطوات اللي انا بعملها علشان النسيج يبقى ملائم ان انا اعرف ايه؟ اشوفه. من ضمن الخطوات ان انا بضيف حاجه اسمها ايه؟ ستينز. الصبغات دي بتخلي الحاجات اللي جوه الخليه تتلون فالصوره تطلع احسن. فواضح ان الصوره اللي في اللايت مايكروسكوب بتطلع الوان علشان انا قبل ما بحطها بضيف حاجه اسمها ايه؟ ستينز. والالوان دي كويسه ان انا بعرف افرق ما بين الاشياء كويس. ممتاز. عارف ايه العيب؟ ان قوه التكبير بتاعته لا تتعدى ال 1500 مره. يعني بيطلع الحاجات ايه؟ صغيره. يعني عارف الميتوكوندريا؟ عارف شكلها عامل ازاي في اللايت كده اهو. عارف ايه دي؟ ميتوكوندريا. تحت الايه؟ اللايت مايكروسكوب بتطلع عامله ازاي؟ بص ما انت شايف حاجه صغيره جدا، بس انت عارف بتعرفها ازاي؟ من لونها. يعني بيطلع لونها مثلا احمر. فاحنا لما بنلاقي منطقه منقطه
لونها احمر، يعني مثلا دي خليه، حد فاهم الفكره؟ وفيها نقط كده بس، يبقى دي مين؟ انما انا مش شايفها اصلا، مش شايفها عدل، يعني انا مش شايف ان دي ميتوكوندريا بتفاصيلها. فاللايت مايكروسكوب الميزه ان الحاجه بتطلع ايه؟ بس عيبه ان قوه تكبيره ضعيفه، فانا ما بشوفش كويس، يعني بشوف الحاجه نقطه، خط، حاجه خفيفه جدا. طب عارفين الميكروسكوب الالكتروني اعكس؟ يعني ده كان العيب اللي فيه ان قوه التكبير ايه؟ قليله، ده الميزه ان قوه التكبير ايه؟ عاليه جدا، بتعدي ال 100,000 و120,000 وساعات 150,000 مره، يعني بيكبر ايه؟ كبير. فعارفين الميتوكوندريا هيطلع شكلها عامل ازاي في الميكروسكوب الالكتروني؟ اهي بص، يا لهوي، شوف طلعت قد ايه؟ شايف دي؟ دي كانت في الايه؟ في اللايت ميكروسكوب، هي النقطه دي طلعت دي، فاهم؟ واضح ان الميكروسكوب الالكتروني ده ايه؟ اللهم صل على النبي، حاجه محترمه. فمن الاخر لو انا عايز اشوف الحاجه كويس، ايه رايك استخدم لايت ولا الكترون؟ الكترون ميكروسكوب. ليه؟ عشان هو قوه التكبير بتاعته عاليه جدا، تتخطى ال 100,000 مره، فالتفاصيل اللي هو بيطلعها بتكون ايه؟ واضحه. وانا بتكلم روسي ولا فاهميني انا ولا ايه؟ يبقى مين الميكروسكوب اللي بيطلع ملون؟ لايت. مين اللي بيطلع صوره واضحه قوي؟ بس عيبه ان الصوره بتاعته بتطلع ابيض واسود. يعني هنا ميتوكوندريا كبيره بس هتطلع ايه؟ ابيض واسود. فكل واحد عنده ميزه وعيب، ولذلك احنا بنفحص النسيج مرتين عشان ناخد المميزات اللي هنا واللي هنا، ونتفادى العيوب اللي هنا واللي هنا، فاهم قصدي؟ فاحنا بنشوف الحاجه كم مره؟ مرتين، مره باللايت ومره بالالكترون مايكروسكوب. معلش علشان يبقى احنا خلصنا كل الاساسيات وابقى انا مطمن واعرف ابدا في المنهج كويس المره اللي جايه، عايز اقول لحضرتك حاجه. طبعا احنا اتفقنا ان احنا علشان الصوره تطلع ايه؟ الوان، بضيف حاجه اسمها ستينز، صبغات. اشهر صبغه في علم الهيستولوجي صبغه اسمها اتش اند اي. بصوا اسمها ايه؟ اتش اند اي، اسمها هيماتوكسلين اند ايوسين. بس انت يعني عشان لسه في البدايه وانت راجل اسنان ودلوع وجميل وبتاع ولسه يعني كده، مش مهم، احفظها ايه؟ اتش اند اي، مش لازم تحفظ هيماتوكسلين اند ايوسين، يعني مشيها دلوقتي. اسمها ايه الصبغه؟ اتش اند اي. اسمها ايه؟ اتش اند اي. اللي بيحصل حضرتك ان احنا لما بناخد نسيج من جسم الانسان او من جسم الحيوان او من اي حاجه، اشهر صبغه في الهيستولوجي وفي المعمل صبغه اسمها ايه؟ بس دول صبغتين مش صبغه واحده. يعني احنا بناخد الشريحه العينه بنحطها في الصبغه اللي اسمها اتش وتشيلها، ولا تحطها في الصبغه اللي اسمها ايه؟ اي وتشيلها، كده انت عملت صبغه اسمها ايه؟ اتش اند اي. حد فاهم يعني ايه؟ يعني بنعمل ايه؟ يعني بنحط العينه في ايه؟ في صبغتين، صبغه الاتش وصبغه الاي، فبنعمل كده حاجه اسمها اتش اند اي ستيننج. حد فاهم في الاتش اند اي ستيننج بنعمل ايه؟ ها؟ بناخد العينه نحطها مره في الاتش نطلع، نحطها مره في الاي، كده عملنا حاجه اسمها اتش اند اي ستيننج. ممتاز. معلش بقى ركز في الحته دي عشان ممكن لو انت سمعتها من يعني في جامعه ولا في اي حته ولا في سيكشن ولا بتاع تتلخبط، فانا هخلص لك الموضوع عشان يبقى الموضوع تمام بالنسبه لك بالنسبه لصبغه الاتش اند اي. بص يا سيدي، هما كام صبغه؟ 2. اول صبغه اسمها ايه؟ اتش، هيماتوكسلين. دي صبغه بيزك وهي لونها ازرق. بيزك طبعا يعني صبغه ايه؟ قاعديه. بينما صبغه الاي اللي هي الايوسين دي صبغه اسيدك، يعني صبغه ايه؟ حامضيه. خلاص كده؟ ممتاز. ومن المعلوم ان الحاجه بتمسك في عكسها. يعني انا جبت الخليه، ارجوك ركز معايا، حطيتها في صبغه الايه؟ الاتش اللي هي نوعها ايه؟ الحاجات الحمضيه اللي في الخليه هتتصبغ، لان الصبغه نفسها ايه؟ بيزك، فبتصبغ ايه في الخليه؟ الحاجات الحمضيه. هيطلع لونها ايه؟ ازرق، لان الصبغه هي اللي صبغت الحاجه، فهيطلع لونها ايه؟ ازرق. تاني تيجي نقولها العكس، الحاجات الحمضيه اللي في الخليه بتمسك في انهي صبغه في دول؟ ويطلع لونها ايه؟ ازرق. ازرق، يبقى الحاجه الحمضيه في الخليه هتمسك في الصبغه القاعديه اللي هي الايه؟ البيزك اللي هي الاتش، وهيطلع الحاجه لونها ايه؟ ازرق، لان دي اللي صبغت، فهي هيطلع الحاجه لونها ايه؟ ازرق. ماشي. وبعدين نطلع الشريحه نحطها فين؟ في الاي. الاي دي صبغه ايه؟ اسيدك، فهتصبغ ايه في الخليه؟ الحاجات البيزك. فالحاجات البيزك اللي في الخليه هتتصبغ بمين؟ بالصبغه الايه؟
الاسيدك فهيطلع لونها احمر. لا تاني عشان قلقان عليكم، مش واثق فيكم يعني، بس مش مهم، انا واثق فيكم مع الوقت. عندي صبغه اسمها ايه؟ ها؟ اتش ان دي. ها؟ ركزوا معايا. عندنا صبغه اسمها ايه يا ولاد؟ اتش ان دي. الصبغه دي كم صبغه اصلا؟ 2 اللي هم ايه؟ هيماتوكسيلين والايوسين اللي هو الاتش والاي. اول واحده دي صبغه بيزك بتصبغ الحاجات الاسيدك، والحاجات بيطلع لونها ازرق، يبقى اللي بتصبغ بالاتش اسيدك وبيطلع لونه ايه؟ ازرق. طب الاي صبغه ايه؟ اسيدك بتصبغ الحاجات البيزك وبيطلع الحاجات لونها احمر. فمن الاخر الحاجه اللي هتتصبغ بالاتش هيطلع لونها ايه؟ ازرق. والحاجه نفسها تبقى اسيدك، برافو عليك. والحاجه اللي هتتصبغ بالاي هيطلع لونها ايه؟ عندنا في الهيستولوجي مفيش حاجه اسمها ازرق واحمر. اللون الازرق عندنا اسمه بيزوفيليك. يا سيد الفاضل، ما عندناش حاجه اسمها مثلا لون بلو. مفيش حاجه في الهيستولوجي اسمها بلو، ده اللي هو يعني فاهم في الشارع كده وبتاع، انما عندنا اللون الازرق اسمه ايه؟ فانا مثلا لما نيجي في حصه اقول لك والله ده الحاجه دي طلع لونها في الميكروسكوب بيزوفيليك، يعني طلع لونها ايه؟ ازرق. يعني عارف الحاجه دي ايه؟ طلعت هي اصلا اسيدك. ما هو الحاجات الاسيدك هي اللي بتتصبغ بالايه؟ بالبيزك ويطلع لونها بيزوفيليك يعني ازرق، فاهم؟ فالحاجه اللي طلعت بيزوفيليك يعني زرقاء هي اصلا اسيدك. فهمت كده؟ اقولها تاني ولا لا؟ ها؟ الحاجه البيزوفيليك يعني لونها ايه؟ ازرق، يبقى هي اصلا اسيد، هي اصلا حمض، فاتصبغت بالقاعده فطلعت لونها ازرق. طب بقول لك ايه، الحاجات اللي لونها احمر بنسميها اسيدوفيليك. يبقى احنا عندنا لونين. ها؟ يعني ايه بيزوفيليك؟ يعني حاجه طلع لونها ازرق. يعني ايه اسيدوفيليك؟ يعني حاجه طلع لونها. طب تيجي نعيد الموضوع بشكل مختلف خالص. بقول لك ايه، هو احنا عندنا صبغه الاتش ان دي بتطلع كام لون؟ لونين، لون ازرق اسمه بيزوفيليك اذا كانت الحاجه اللي اتصبغت اسيدك، ولون احمر اسمه اسيدوفيليك معناه ان الحاجه اللي اتصبغت اصلا بيزك. اخر مره معلش، الحاجه اللي في الخليه اسيد تمسك في انهي صبغه؟ في البيز، وهيطلع لونها ايه؟ ازرق بيزوفيليك. طب الحاجه اللي في الخليه بيزك هتمسك في الصبغه الاسيدك، يعني هتمسك في الاتش ولا في الاي؟ في الاي، فهيطلع لونها احمر اللي هو اسيدوفيليك. انا حاسس ان انتوا فهمتوها كده. الصبغه دي بتطلع كام لون؟ لونين، لون ازرق اسمه بيزوفيليك، لون احمر اسمه اسيدوفيليك. والحاجه البيزوفيليك اصلا هي اسيدك، والحاجه الاسيدوفيليك هي اصلا ايه؟ بيزك. ماشي. ومع الوقت هتبدا انت تتقن الموضوع اكتر، فما تقلقش. بس احنا كده خلصنا من صبغه اسمها اتش ان دي. بس خلي بالك ان الاتش ان دي ما بيبقوش هما الاثنين في نفس السوليوشن، يعني احنا مش بنجيب كوبايه نحط فيها اتش على اي. فاهم قصدي ولا لا؟ يعني كل واحده ايه؟ لان هما الاثنين اصلا واحده بيزك واحده ايه؟ انت فاهم الفكره؟ هما صبغتين ما ينفعش احطهم اصلا هما الاثنين مع بعض، هما الاثنين اصلا هيبوظوا الدنيا. انت عارف احنا ليه بنحط؟ ما واحد يفكر يقول لك ايه؟ هو انا ليه بجيب الحاجه احطها في الاتش واشيلها وبعدين احطها في الاي؟ ما هو اصل انت لو حطيت الاتش مع الاي هما اصلا صبغه واحده بيزك واحده ايه؟ اسيدك، فهيتفاعلوا وهيعملوا مشكله، فمش هيلونوا حاجه، هيبوظوا الدنيا. فهمت كده؟ فاحنا عشان كده بنصبغها وبعدين نشيلها خالص وبعدين نحطها تاني. طيب الميكروسكوب الضوئي خلاص عرفنا انه بيطلع ايه؟ ما تنطق ياض، بيطلع ايه؟ الوان، عشان بنستخدم واشهر صبغه في الهيستولوجي اتش ان دي، وعرفت ان هي مش صبغه، دول ايه؟ اثنين بس بنعملهم مع بعض. لازم نحط الشريحه مره في الاتش ومره في الاي، والالوان الناتجه في الاخر الخليه في حاجات بتاخد لون بيزوفيليك وفي حاجات بتاخد لون اسيدوفيليك يعني ازرق واحمر. ممتاز. الالكترون ميكروسكوب بيطلع الصوره ايه؟ كبيره، برافو عليك، بس ايه؟ ابيض واسود. فبتلاقي ان الصوره فيها اجزاء لونها ابيض وفيها اجزاء لونها اسود. عارف بناء على ايه؟ بص يا سيدي، في شابتر المايكرو تكنيكس، عارفه اللي احنا سايبينه؟ على فكره احنا قلنا منه النهارده حته. عارف الاتش ان دي؟ اصلا دي في شابتر المايكرو تكنيكس، وكل يوم هنقول حته منه لما هيخلص اصلا من قبل ما نروح. فاهمني؟ طيب. عارفين الميكروسكوب الالكتروني بنضيف عليه صبغه اسمها اوزميك اسيد. دي حاجه لونها اسود. طبعا على فكره بالمناسبه الميكروسكوب الالكتروني بيطلع ايه؟ الكتروني. هو اسمه ايه؟ ميكروسكوب ايه؟ الكتروني، فبيطلع منه ايه؟ الكترونات على العينه. يعني احنا بنحط الشريحه بيسقط عليها ايه؟ انما الميكروسكوب الضوئي اسمه ضوئي ليه؟ في لمبه فبيطلع ضوء. يعني احنا هنا بنشوف الشريحه بمساعده الضوء، انما هنا بنشوف الشريحه بمساعده
طيب الالكترونات دي بنحط عليها ماده سوداء اسمها اوزميك اسيد عشان تخلي الالكترون لونه ايه؟ اسود اكتر. وبعدين بنعمل حاجه، ركز معايا. لما الالكترونات بتسقط على الشريحه، ركز معايا، في حتت بتلون ايه؟ وابيض. عارف اسود معناه ايه وابيض معناه ايه؟ بص، لو الالكترونات كثافه الماده اللي في المنطقه دي عاليه هتبدا الالكترونات تخبط فيها، فالالكترون اصلا واخد لون ايه؟ اسود، فهيخلي المنطقه لونها ايه؟ يعني الحته اللي في الشريحه بيطلع لونها ايه؟ اسود، معناها ان الالكترونات ايه؟ خبطت فيها وبدات تتوزع، فلما الالكترونات خبطت في المنطقه دي خدت لون ايه؟ انما الحتت اللي بيطلع لونها ابيض معناها ان المناطق دي فيها اجزاء كتير فاضيه، فالالكترون ايه؟ بيعدي يروح الناحيه الثانيه، فبيطلع الحته لونها ايه؟ ابيض. علشان كده بيسموا المنطقه السوداء الكترون دنس. حد عارف يعني ايه؟ ليه سموها الكترون دنس؟ انت قول. عشان في كثافه عاليه من الايه؟ الالكترونات خبطت في هذه المنطقه، فالحته السوداء بنسميها ايه؟ الكترون دنس. يعني ايه الكترون دنس؟ يعني في الكترونات كتير خبطت هنا. حد فهم يلا الفكره دي؟ انما الحته البيضاء بيسموها الكترون ايه؟ ليوسنت. ليوسنت يعني خفيفه، يعني ما فيش الكترونات خبطت، الالكترونات ايه؟ عدت منها. يبقى اذا الاماكن السوداء ما بنقولش عليها انت راجل طيب طبعا كنت جاي داخل الكليه بفكر ان اللون اسود يعني دارك. دارك يعني اسود، ولون ابيض يعني ايه؟ لايت. احنا بقى ما بنتكلمش كده في الهيستولوجي. الحاجه اللي لونها اسود ما بنقولش عليها دارك، بنقول ايه؟ الكترون دنس. والحاجه اللي لونها ابيض ما بنقولش عليها لايت، بنقول عليها ايه؟ الكترون ليوسنت. حتى بص الحركه دي، بص كده. الحاجه الايه؟ الدارك اسمها ايه؟ دنس، والحاجه الليوسنت اللي هي ايه؟ لايت. يعني هما الاثنين نفس الحروف اهو. يبقى الحاجات الدارك اسمها الكترون دنس، والحاجات اللايت اسمها الكترون ليوسنت. يعني الحاجه السوداء اسمها دنس، والحاجه البيضاء اسمها ليوسنت. على فكره من احد الحاجات اللي انا عايز اقولها لك ان اي حاجه في الهيستولوجي لها اسمين، اللي بيجي في الامتحان اكتر هو الاسم الثاني. دايما انت كنت متعود زمان وانت في الثانوي وانت بتذاكر حاجه، لو حاجه لها اسمين بتقول يا عم كفايه اسم واحد. اوعى تعمل كده في الهيستولوجي. عارف لو في حاجه لها اسمين ما بيحبوش يجيبوا الاسم الايه؟ المشهور، يحب يجيب لك الاسم الثاني. فانت طبعا راجل غلبان جاي بتذاكر فلقيت حاجه لها اسمين، قال لي يا عم كبر مخك. تيجي في الامتحان تلاقي الامتحان كله جايب لك الايه؟ الاسامي الثانيه. او بيني وبينك يعني، بس انا كنت عايز اخبي عليك هذه النقطه، هو مش بيختار الاسم الثاني، هو بيختار الاسم الاوحش. يعني افرض حاجه لها اسمين، واحد سهل كده وواحد زباله، هو يحب يقول لك لا هنخلينا في الاسم ده، شوف جميل نسبه السقوط ايه؟ اعلى. لما تقول له الثاني يقول لك الله هو ده اللي هجيبه في الامتحان. كده خلاص يا ولاد فهمنا. فالحاجات الدارك ما بقولش عليها دارك، وانما بنسميها اسم ثاني اسمه ايه؟ الكترون دنس. والحاجات البيضاء بنسميها الكترون ليوسنت. قولي. طب ايه الميكانيزم اللي تخلي الالكترونات تروح لمنطقه اكتر من الثانيه؟ لا ده حوار كبير بقى. يعني بيعتمد على كثافه يعني مثلا عارفه السيل ممبرين؟ طب ينفع المره اللي جايه نوضحها؟ احنا اول حاجه هندرسها السيل ممبرين، هنوضح الفكره اللي زميلتكم بتقول فيها. يعني مثلا دلوقتي بتقول لك ايه اللي بيخلي الالكترونات تخبط في حته وحته فاضيه؟ على حسب، هتتضح ليك المره اللي جايه لما نرسم غشاء الخليه ونشوف لما الالكترونات تخبط فيه هيحصل ايه. حاجات كتير، شحنات، كثافه الماده نفسها اللي موجوده، حاجات كتير هنشوفها. ماشي كده يا ولاد؟ عملنا ايه؟ تعريف، وبنشوف الحاجه. انتوا عارفين اصلا انا بشرح لكم ايه دلوقتي؟ انا مش بشرح درس في المنهج، انا بقول لك لما نيجي نشرح المنهج هنعمل ايه. يعني مثلا المره اللي جايه هناخد حاجه اسمها غشاء الخليه. هنعمل ايه؟ اول حاجه تعريف لمين؟ غشاء الخليه، وبعدين نشوف صوره غشاء الخليه تحت الايه؟ اللايت ميكروسكوب، وبعدين نشوف صوره غشاء الخليه تحت الايه؟ الكترون. طب الحصه اللي بعدها ميتوكوندريا، هنعمل ايه في الميتوكوندريا؟ تعريف للميتوكوندريا، ثم صوره الميتوكوندريا تحت الايه؟ لايت، ثم صوره الميتوكوندريا تحت. انتوا فهمت انا بعمل ايه؟ انا بخلي دماغك مرتبه، ان انا لما اجي اشرح لك درس همشي بنسق معين. طيب الاستراكشر هو الايه؟ التركيب. ان شاء الله لما يكون في امتحان ريتن، في لعبه كده في الريتن اللي هو لما يجي يسالك سؤال يقول لك الهيستولوجيكال ستراكشر اوف حاجه. يعني مثلا الميتوكوندريا، لو جالك في الامتحان السي بيقول لك ايه؟ اتكلم عن الهيستولوجيكال ستراكشر اوف ميتوكوندريا. كلمه ستراكشر عندنا في الهيستولوجي تعني ال ام والاي ام.
يعني في كتاب الكليه درس الميتوكوندريا مكتوب تعريف الميتوكوندريا وايه؟ ال ام واي ام، مفيش حاجه اسمها ايه؟ وبعدين في ايه؟ افرض بقى جالك في الامتحان قال لك اتكلم عن ستراكشر اوف ميتوكوندريا، تعمل انت ساعتها؟ تكتب مين؟ ال ام والاي، فال ام والاي ام اسمهم عندنا هيستولوجيكال ستراكشر. يبقى اذا الدرس ما كانش فيه عنوان صريح اسمه ايه؟ ستراكشر، وقال لك في الامتحان اكتب لي الاستراكشر بتاع الحاجه دي، قول له خلاص انا هكتب لك مين؟ ال ام والاي ام، هم عندنا بيبقوا مكان، ما هو اصلا انا لما اشوف الحاجه في الميكروسكوب واوصفها كده انا بقول الايه؟ الاستراكشر بتاعها، التركيب. بعد كده يا اولاد بندرس حاجه اسمها فانكشنز، يعني ايه؟ الوظائف. ويراعى في الوظائف، وانا عامل كده في الورق بتاعنا ان شاء الله، الترتيب على حسب الاهميه. يعني ايه؟ افرض ان في عضيه لها 5 وظائف وانت بتحفظهم ازاي؟ عشوائي؟ لا، بالاهم ثم الاهم. يعني ما ينفعش الميتوكوندريا لازم تقول رقم 1 انها بتعمل انرجي ايه؟ انتاج الطاقه، انرجي برودكشن. فدايما تاخد بالك وانت بتحفظ الوظائف بتاعت اي حاجه ما تحفظهمش عشوائي، لازم يبقوا مترتبين بالايه؟ بالاهميه. لان انا لما اجي اسالك عن وظيفه اي عضيه، لو انت قلت لي وظيفه مش مهمه في الاول يبقى انت مش مذاكر، لازم تبقى عارف الاول الوظائف الايه؟ الاهم ثم الاهم. وزي ما قلت لكم ان دايما في اخر الدرس بيبقى في حاجه اسمها ايه؟ كلينيكال نوتس، يعني ايه؟ الامراض المتعلقه بالدرس. النهارده عملنا ايه؟ انا خلصت، شفت كلام لذيذ سهل قوي. ان شاء الله انا هبدا من المره اللي جايه عشان كل الناس يبقوا واظبوا على الحضور والدنيا تبقى كويسه، ونبدا المره اللي جايه والورق يبقى معاك ان شاء الله. على فكره كمان هيبقى سيستم المتابعه السنه دي هنأكد عليه شويه. هيبقى فيه نوعين من الامتحانات، دي حاجه خلاص مستحدثه وفي ناس موظفين في الكورس لهذا الموضوع. ركز معايا، كل جمعه في امتحان اونلاين. يعني مثلا احنا الاسبوع ده خدنا محاضره او 2 هتمتحن عليهم يوم الجمعه، حلو كده؟ اونلاين. بعد كل شابتر في امتحان في السنتر حضوري. طب افرض انت مش جاي، هتلاقيني متصل بيك اقول لك سلام عليكم، ازيك؟ انا الدكتور احمد زهره. امال انت كنت فين النهارده في الامتحان؟ هتقول لي والله يا دكتور كان عندي ظرف. اقول لك ماشي، انت فين؟ تقول لي انا في مدينه نصر. اقول لك طب خليك مكانك انا جاي. فيعني الموضوع ده خلي بالك هنشدد عليه جامد السنه دي. مش هسيبك تسيب حاجه ما تذاكرهاش، لان المراكمه سيئه. فكرت في افكار تانية، بس يعني كنت هقفل الدرس ان انت ما تتنقلش من درس لدرس على الاونلاين الا لما تمتحن. كنت هعمل كده، بس بصراحه ما رضيتش، قلت عشان ما يبقاش في صدام جامد ما بيني وما بينكم. انا كنت هعمل ازاي؟ ان انا مثلا المحاضره الاولى انت عايز تفتح المحاضره الثانيه في الاونلاين، مش هتتفتح الا لما تدخل امتحان على الايه؟ على الاولى. بس يعني قلت بلاش، خلينا كده نجرب الاول النظام اللي هو حبي كده ما بيني وما بينك، ربنا يستر ان شاء الله خير. قولي. سألي عن حاجه؟ سؤال فضولي؟ تمام. المواد اللي خارج طب اسنان ايه فايدتها طبعا؟ حلو قوي، ده كلام جميل. انت ان شاء الله من المواد المهمه جدا في اسنان ماده اسمها اورال هيستولوجي. اورال هيستولوجي ده بيتكلم عن، انت دلوقتي عارف انت الكورس بتاعنا ده اسمه ايه؟ اسمه جنرال هيستولوجي. على فكره زميلتكم بتسال حاجه كويسه، بتقول لك انا هستفيد ايه باللي انت عمال تقوله لي ده كهيستولوجي في السنان؟ ما هو كلام منطقي برضه، صح ولا ايه؟ بص يا سيدي، اللي احنا بندرسه حالا كورس اسمه جنرال هيستولوجي، هتخلصه في سنه اولى. هتيجي بعد كده هتاخد حاجه اسمها اورال هيستولوجي، هيكلمك بقى عن الحاجات فعلا اللي انت هتتعامل معاها في المريض، بس مش هيقدر يكلمك الا لما تكون انت فاهم. يعني هيقعد يقول لك الخلايا فيها ميتوكوندريا او الخلايا فيها بتاع الفم، فانت طبعا مش هينفع يكلمك في حاجه تبع الفم الا لما تكون عارف الهيستولوجي ايه؟ ان جنرال. فهو احنا دلوقتي بندرس جنرال هيستولوجي عشان نوصل لايه؟ لماده اللي انت هتاخدها اسمها اورال هيستولوجي. دي بقى هتبقى مفيده في تخصصك ولا لا؟ مفيده، بس هو ما يقدرش يشرح لك ايه؟ اورال هيستولوجي الا لما تفهم جنرال هيستولوجي. كمان الباثولوجي اللي هو الاورام، الامراض والاورام عباره عن ايه؟ خلايا باظت، فهو يشرح لك ازاي ان الخلايا باظت. يعني مثلا واحد جاي عنده قرحه في الفم، ركز بس معايا عشان افهمك عشان تبقى عارف ان العلم مفيد. انا طبعا بقعد اهزر على النت واقول لكم الهيستولوجي علم لا ينفع ومش عارف، انا بهزر يعني عشان تيك توك وكده عايز يلم لايكات، انما انا بتكلم هنا دلوقتي بجد، ده كورس، فاهمني؟ بص حضرتك، فقصه ان الهيستولوجي علم لا ينفع دي يعني على النت وكده، فاهمني؟ عشان نشير وبتاع وريبوست، فاهم؟ لكن احنا دلوقتي بنتكلم بجد. انا دلوقتي لما اقول لك واحد عنده قرحه في الفم، ما معنى قرحه الفم؟
هتبقى حضرتك عارف ان الفم ده فيه طبقه فيه غشاء في الفم بدأ يتآكل، فالخلايا بدأت ايه؟ تتاكل اللي في الفم. فلما الخلايا تتآكل هيبدأ الماكروفاج، عارفين مثلا خلايا مناعية تبدأ ايه؟ تتحرك تروح عند الحتة اللي فيها قرحة، فتبدأ تفرز مواد علشان تعمل لك ألم، فأنت تحس إن في قرحة فتروح تكشف. هتعرف بقى الايه؟ القصة دي. فأنا مش هيقدر يدرسك أمراض الفم إلا لما تفهم الكلمتين اللي احنا بنقولهم دول. لكن لو بتسألني هذا السؤال في بودكاست أو حاجة على النت هقول لك الهيستولوجي علم لا ينفع، بس عشان نلم لايكات، فاهمني؟ ماشي. أنا سعيد إن أنا شفتكم النهارده عملنا إيه؟ أنا ما تقلتش عليك. النهارده فهمنا ان ماده الهيستولوجي بتتكلم عن الانسجه والخلايا، وان احنا هنبدا بالخليه، وان اهم شيء في الخليه هو العضيات. عارفين الكلام ده ولا ايه؟ وان العضيات في منها مغلف ممبرينس وايه؟ ونون ممبرينس، وان احنا المره اللي جايه هنبدا في العضيات، وان انا لما اجي ادرس اي من العضيات لابد ان انا اعمل لها تعريف وابص عليها مره باللايت مايكروسكوب، مره بالالكترون مايكروسكوب، اشوف التركيب، اشوف الوظيفه، وقبل ما اتنقل من عضيه للثانيه اعرف ما هي الامراض المتعلقة بهذه العضية. بس كده. ثانك يو فور جود listening اند جود باي. اشوفكم على خير.